مساء الخير واهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه ميديا ان تي في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مسرح الجريمه. جريمه تغرير واغتصاب قاصر من طرف فقيه ازدت مدينه القنيطره صيف 2010. الفقيه استغل ثقه العائله واستدرج مراهقه ما كيتجاوزش العمر ديالها 15 سنه، اغتصبها وحاول يهرب من المسؤوليه. ما بقاتش شي اسباب ديك الليله هذيك. قال لها انت هاد البنت خصها تدخل معايا لواحد البيت بوحدي انا وياها، وبقات تنفرد بالبنت مده 9 ايام. لكن السؤال اشنو قصه هذا الفقيه وكيفاش استدرج الضحيه وكيفاش دار البوليس باش يشدو؟ اسئله اخرى نجيبوا عنها الليله ضمن برنامج مسرح الجريمه. فقيه دجال مختص في الجداول والحروزه والسحر والشعوذه. كانوا كيزوروه النساء، كيهز ليهم الخط ويصوب ليهم الطلاسيم لقضاء اغراضهم الشخصيه. لكن الفقيه جرو الهوى وقع في حب فتاة قاصر. أنا سيدي من قنيطرة. اييه مرحبا بك. جيت مع شي ليبيين. نعم سيدي. أنا فقيه. اييه. كنخدم داكشي ديال الكنوزة والقبول. تعرف الفقيه على أب الضحية القاصر اللي عطاه دارو يسكن فيها، وتما بدات الحكاية لما تعرف على خالة الضحية. فقيه مرحبا بك عندنا. الله يبارك فيك لاله. اللي طلبت منه يحيد ليها العكس باش يجيها الراجل. غير كوني هانية إن شاء الله. ديري الثقة ديالك في الله سبحانه وتعالى وما يكون غير خير. شاف البنت عجباتو، وداك الحالة اللي مبرز لك راه إن شاء الله غادي تداوي منها. إن شاء الله. ونتمناو خير السي الفقيه. استدرجها وحاول يعالجها من المس، لكن اشنو وقع من بعد؟ فعلا هذه الجريمه هذه اللي وقعت في الطريق اللي ذكرته، هذه واحد الجريمه نكراء اللي كانت تعرضت لها واحد البنت قاصره من طرف واحد الفقيه. بدايه الامر هذا الفقيه هو اللي هو من ساكنه مدينه قنيطره، كان مشى هو شي ليبيين يزوروا مدينه زرهون. وفي مدينه زرهون هذاك الفقيه تلاقى بالاب ديال الضحيه اللي كانت يعرفوا شي شويه، كانت واحد العلاقه مسبقه بيناتهم. عرفوا كان هذا الاب ديال البنت عنده واحد المسؤوليه تيكري هذوك الدور ديال زرهون، او تيلاقي مالين الدور بالناس اللي بغاو يكريو. فعلا هذاك الفقيه عرض على الاب قال له ودي حنا بغينا نكريو انا وهاد الليبيين، بغينا نكريو هنا في مدينه زرهون نقضيو واحد 3 ايام. هنا قال له ودي يمكن دوك الليبيين يكريو فيما بغاو، ولكن انت هاد صديق ديالي غتسكن معايا، تسكن معايا في داري بلا ما تكري. فعلا تم الاتفاق على ذلك، وجاب الفقيه، الاخرين مشاو كراو فين بغاو، هو جاب الفقيه اللي سكن معاه في الدار ديالو لمده 3 ايام. أنا سيدي من قنيطرة. اييه مرحبا بك. جيت مع شي ليبيين. نعم سيدي. أنا فقيه. اييه. كنخدم داكشي ديال الكنوزة والقبول. مرحبا. وجينا بغينا واحد 3 ايام عندكم. الفقيه تعرف على اب الضحيه اللي قبل يكري ليه مع صحابه واستضافوا عنده في دارو. شحال الكرا سيدي ما بين 250 و 300 درهم. ماشي بزاف. هذا هو اخر ثمن سيدي. ويلي سيدي. هذا الشيء باش نكريو لعباد الله. واخا نشوف. نوريك البيت. يلا سيدي نشوف. مرحبا بك سيدي. بسم الله. تفضل. ديال ذاك السيد بانه راه فقيه، وراه انه عنده واحد الدرايه في السحر وفي تبطيل السحر وفي كل ما يتعلق بالجن وكل ما يتعلق بالامور اللي تتشبه لهذا الشيء هذا. كانت في ديك الدار الخاله ديال الضحيه، حتى هي الخاله تما، والخاله شرحت ليه وقالت لها ودي راه انايا ما عنديش شي زر الجواز، حتى تيوقفوا الناس باش يخطبوني وكل شيء تيتعكس، حتى تيبغوا الناس يتزوجوني وكل شيء تيتعكس، خصك تشوف لي شي حل. انا الفقيه عرض عليها الخدمه ديالو وقام بعد الاعمال ديال الشعوذه
اللي هو وهمها بانها غتبطل لها السحر وغتبطل لها العكس وراه غتزوج من بعد والقضيه فضات. وفي ذاك اللحظه لما كان تيقوم بهذه الاعمال البنت الضحيه شكات ليه وقالت ليه انا راه عندي واحد المخاط تيجيني، واحد الوجع تيجيني في البطن ديالي بين الفينه والاخرى واللي ما عرفتش السبب ديالو. هنا قال لها غادي نشوف. بقى يقوم ديك الشعوذه وتيهز الخط وتيدير لها وقال لها انت راكي عندك انت مسكونه وانا هادشي اللي فيك خصو نحيدو لك. وهنا قال لها انت هاد البنت خصها تدخل معايا لواحد البيت بوحدي انا وياها واللي ندير فيه البخور وغنكتب ليها وغادي نصرعها ولكن نفرد بها ونكون بوحدي غير انا وياها. الفقيه مرحبا بك عندنا. الله يبارك فيك لاله. راه عاود لي راجل اختي عليك وقال لي راه انت فقيه مزيان، كتحيد العكاس، كتحيد السحر، كتحيد المس، كتجبد حتى 6 الكنوز. وداك الشيء ديال قدره الله سبحانه وتعالى. هو نتمناو خير ان شاء الله يا ربي. هو ملي جابك الله السي الفقيه كريتي عندنا المحل ما كرهناكش تخدم لينا شويه، تحيد ليا شويه د العكس، داكشي على الزواج وعلى كل شيء عندي معكس السي الفقيه. هذاك الشيء اللي عندك سهل ان شاء الله. ان شاء الله بحول ما يكون غير الخير. عييت ما نجري ونجاري وعييت ما نكتب وعييت ما نسبب وعييت ما نبخر والو ما كيجيبش الله التيسير كاع. غير كوني هانيه ان شاء الله. ديري الثقه ديالك في الله سبحانه وتعالى وما يكون غير خير. ان شاء الله. الامر ديالك راه سهل. هو نتمناو الله من عند الله سبحانه وتعالى وعلى يدك يجيب الله الفرج. يا ربي امين. يتحدى هاد العكس هذا. يا ربي. يا ربي امين. عرفتي السي الفقيه بنت اختي هاد الحاله اللي كتجيها غريبه ما كنفهمهاش انا، مره كتكون بيضاء مره صفراء كتلون والاوجاع ديما فيها، يعني ما كيقرش فيها الدواء ديال الطبيب. هادشي كله من المس. هذاك الشيء اللي قالوا لنا ولكن ما تقناش بهم. ان شاء الله غادي يكون الحل ديالها ان شاء الله على يدي. وغادي تداويها ان شاء الله. ان شاء الله بالحول الله. غداويني انا وهي في نفس الوقت. وهي الاولى دابا غادي نشوفوها، يمكن ندخل معها دابا ندخل معايا للبيت نشوفوا هذه الحاله اللي عندها. ان شاء الله. واخا الفقيه عجباتو الدريه ودار خطه باش ينفرد بها. ان شاء الله غادي تداوي منها ان شاء الله. ونتمناو خير السي الفقيه. الله يجازيك بخير. يا ربي امين. شكرا. يلا بنتي يلا نشوفوا. ندخل لواحد البيت ونفرد بها وبقات يقوم ديك الاعمال ديال الشعوذه والبخور وداك الشيء للبنت. بعد ما حيد لها الثياب ديالها، خلى لها لا ما يستر عورها، ولكن قام بشي حركات اللي البنت شكات فيه ان واحد الوقت انها تقبلها من الفم ديالها، وهنا البنت شكات واحتجات عليه وتما بقى تيرغبها وتيطلبها لا ما فهمتيني شيء، لا انا هذا الشيء راه داخل في هذه ما تقولي وانا مالي نضار وهذا، واستطاع كما تنقولوا باش ياكل مخا وسكتها. وانتهى الامر على هذا الحد وقال لهم صافي راه يجيب الله التيسير. وعرض عليهم قال لهم خصكم تجيو عندي القنيطره، تجيو عندي لداري، تبقى العلاقه بيناتنا وهذا وهذا. الفقيه قنع مالين الدار باللي داك الشيء اللي في البنت خاصو يخدمو هو منفرد بها في البيت ديالو وخاصها تبقى معاه حتى للصباح. شوفي فيه شوف دخلها للبيت وطلق البخور وبدا كيوجد للدريه ويعزم عليها. عطاها كاس ديال الماء شربات وحسات بالدوخه.
وفجأة غيبات. هزها حطها في فراشو وبدا كيلمس الجسد ديالها البريء. من بعد الام ديال الضحيه مات الجوج ديالها وخبرت ذاك الفقيه بان الجوج ديالها مات. اتصلت به هاتفيا وقالت له ودي راجلي مات. هنا مشى عندهم باش يعزي، مشى وعزا كان معتاد وجلست معاهم من جديد. ومن بعد داك الشيء خبرهم قال لهم ودي خالتها تما هضرت معها خالة الضحيه قالت لها ودي راه داك الشيء درتي لي ما منه والو ولا كس باقي ولا كس، شي زواج ما هو كاين، شي خطوبه ما كايناش. وقال لها انت خصك دابا واحد الحاجه اللي مهمه في الخط ديالك اللي طلعت لك باش تمشي للبحر معايا، خصك تمشي للبحر ويضربك 7 الموجات لمده 3 ايام. ديك الهضره المعروفه عند الفقهاء، ومن غيقيسوك المواجهه داك الشيء غيتحل لان الخط وخرج فيك السبوب باش ديري هذه العمليه اللي قلت لك. واستطاع باش يجيب البنت والخاله وامها يجيبهم مدينه قويطره ويجيبهم للدار ديالو. وصلت لواحد المحطه ان الاب كان توفى. من بعد الفقيه علم عن طريق الام ان الاب توفي، مشى من مدينه القنيطره اتجه لمدينه مولاي ادريس زرهون نواحي مدينه مكناس من اجل تقديم العزاء. استغلها فرصه في غياب الاب انه طالب الام وبنتها والخاله توجه رفقته بعد طلب وايحاح منهن ان الخاله عندها عكس في الزواج والطفل القصير عندها بعض الاوجاع او الم في البطن ديالها. اذا العائله مع الوعي مع غياب الوعي استطاع هذا المشعوذ انهم يسقطوا في الفخ ديال انه عنده واحد القدرات واحد المؤهلات باستعمال بعض الطلاسيم وبعض الجداول واستعمال الشعوذه انه يصرع الطفله من الجن، وان الخاله يمكنها من يحيد بين قوسين ما يسمى في الثقافه الشعبيه بالنحس. اسمحي لي لاله لانه في الوقت اللي عيطتوا عليا في التليفون والله ما ساليت واحد المجموعه ديال المشاغل والمشاكل. يلاه ساليت انا جيت باش نعزيكم وعظم الله اجركم في السيد اللي مات والله يدينا ليه مسلمين. لما مات اب الضحيه رجع الفقيه باش يعزي وكان عازم باش ينفذ مخططه الاجرامي لاغتصاب القاصر. سيدي بارك الله فيك شكرا. ايوا دابا السي الفقيه ملي جيتي نهضروا بصراحه نيت ياك ما كاين باس وما كاين على الخير ان شاء الله. داكشي اللي كنتي صاوبتي ليا داك النهار راه ما قدا ليا والو، راه باقي العكس هو العكس، وباقي الحالات ديال الاحلام بالليل هما الاحلام بالليل، وباقي العكوسات عا ما زادت. داكشي راه ما قدا لي والو. الجل اللي عندك لاله صعيب، عرفتي تجيك مليح. غادي تجيو عندي القنيطره غادي يضربوك واحد 7 ديال المواج، ومن بعد غادي نديروا وطلب من الخاله باش تبرا تجيب معها الفتاه القاصر لان داك الشيء اللي فيها ما يمكنش يحيد بدون ما تكون معاه البنت القاصر. ولكن انا كنفضل ان تجي معكم البنت الصغيره احلام. علاش ضروري تطلع معنا البنت؟ هي اولا لان هذاك الشيء اللي فيها راه هو مس جني، وبالنسبه لي انا ما العمليه اللي غادي ندير لك ما يعني الجسد ديالك ما غاديش يتقبلها، ولذلك الدريه الصغيره هي اللي غادي نديروا فيها العزيمه باش هذاك المس اللي لاطك يخرج من الخشبه ديالها. دابا السي الفقيه ملي غنهبطوا عندك القنيطره انا واختي وبنت اختي، واش غنجلسوا في شي بلاصه ولا غنجلسوا عندك؟ ما فهمناش فين غنمشيو. ديال الله يهديك، واش حنا دابا بينا شي فرق؟ ما كاين حتى شي فرق. نعم بغيت نسولك. الدار داري داركم وداركم راه داري، حنا راه عائله وحده. الله يخلف عليك. مرحبا بكم. الله يكثر خيرك. اللي ثقلت على الكتف خفات على الكتف. الله يكثر خيرك. انا الحاجه الوحيده اللي بغيت منك وهي نتشافى من هذا الشيء. ان شاء الله. وملي قلتي لنا بنت اختي حتى هي مقيوسه
راه فاجئتينا يا زعما ربي امين، يا ربي امين، يا ربي. الله يجيب الشفاء، امين يا ربي يجيب الشفاء، امين يا ربي يجيب الشفاء، امين اللهم امين العالمين والحمد لله. امين اسيدي امين. ودابا فاش اتفقتوا باش تمشيو معايا للقنيطره، انا غادي نهبط تحت نتسناكم حتى تجمعوا حويجاتكم على خاطركم وانا كنتظركم. واخا سيدي صافي؟ صافي واخا يلا. ان شاء الله. خليتهم على خير. فين احلام نعيطوا لها تمشي تجمع حويجاتك؟ احلام جمع بنيتي حويجاتك باش نمشيو للقنيطره الله يعطيك رضا. والحاجه نوضي الحبيبه نمشيو نوضي نجمعوا حويجاتنا واخا ما عندنا فيا ما نمشي لهاد القنيطره راه بزز باش غادا راه ملي كون ما كانش هاد العكس راه والله ما نمشي. ونوضي اختي نوضي نجمعوا وليداتنا في هاد العدا. لما جابوا من الدار هنا صرح لهم وقال لهم، قال خالتها باش انت تحيد لك العكس كامل وتحيد لك السحر اللي عندك وتحيد لك هذا الشيء اللي تطلبي تحيد، راه لابد من نستعمل هذه القاصره، هذه البنت هذه نستعملها في ترويض الجن الا بغينا نقولوا، ومنها غادي نقضي على هذا الجن اللي عندك انتيا، وبهذه البنت وبالصريع ديالها وبالبخور ديالها وهذا الشيء اللي غندير معها كله لصالحك انتيا. بحال غنديروا هذه البنت وسيط، هذا الوسيط اللي غتكون ما بينه وبين الجن باش يعالج الخاله. وبقات ينفرد بالبنت لمده 9 ايام. 9 ايام وفي كل ليله تدخل لواحد البيت حسب التصريح ديال البنت، قال كانت تقول هي بانه كان تيشربها شيمه، تقول بان ما كانش تشعر شنو تيوقع، ولكن كانت عارفه بانه كان تيمارس عليها الجنس، انه كان تيحيد الحوايجها كاملين وتيعريها وتيمارس عليها الجنس. لا هي ما قدش تهضر، ما قدش تصرح، تقول الحاله اللي كنت فيها ما كانتش تسمح لي باش نحتج او باش نغوت او نقول شي حاجه. السي الفقيه داك الخدمه اللي درتي ليا راه مازال ما بان لي حتى شي حاجه، و7 الموجات اللي ضربت فيهم داك النهار في البحر مازال العكس هو العكس. زعما دير شي حاجه ولا غير لي الخدمه، انت كتشوف العكس باقي ما كاين لا زواج ما كاين حتى شي حاجه، وعاد ما زدت مرضت دايره 3 ايام وانا عظامي ما نقولكش كي دايرين، راه ربي اللي عان بيا. ديري توكلك على الله ونعم بالله السي الفقيه. حنا راه ما كاينش شي حاجه اللي كنحطوا فيه يدينا وما كيجيبش الله فيها تيسير. حنا راه معروفين في الداخل وفي الخارج، كل شيء على الله. ايوا هادشي اللي بغيت انا، بغيت يكون الخير ان شاء الله، هادشي اللي كنطلب عليه، يحيد لي هاد العكس ونتهنى شويه. المهم دابا راه جا وقت الخدمه، انا غندي احلام باش غادي نعزم عليها، لان المس اللي فيك كيبان لي باللي غادي يخرج من هاد الخشبه ديال الاحلام. وسيدي دير اللي بان لك ديرو، حنا مونا غنتفكوا وتبرا لنا تا الدريه ونبرا انا ويجيب الله التيسير ويوقف علامي شويه، راه كلشي معكس ليا. يا ربي نوضي بنيتي نوضي، احلام ما تخافي ما دهشي ما والو، نوضي بنيتي الله يرضي عليك، الله يرضي على بنيتي، الله يبيض سعدك. استضافهم الفقيه عنده في الدار وكان كينتظر الفرصه المواتيه باش ينفرد بالدريه لتنفيذ مخططه الاجرامي وافتضال البكاره ديالها. الله يفك هاد العكس كاع ما تخافي، عندك عاد تخلع له الدريه حبيبتي، عندك راه عبقه صغيره كتخاف. يا ربي يا ربي يفك هاد العكس يا ربي. من بعد هذيك 9 ايام اللي قضاو تما مع الفقيه، الام ديال الضحيه قالت لي ودي انا خصني نمشي للمولد ديال الزرهون، عندي الكراوات غنجمعهم، عندي شغالاتي غنقضيهم. قال لها الفقيه نمشيو كاملين، قلت انا نمشي معكم. مشى الفقيه ومراته والضحيه وامها وخالتها، مشاو للمولد ديال الزرهون، وصلوا تما مع الصباح وتغداو. ورا الغدا قال لهم غادي يرجعوا، قال لهم الفقيه خصنا نرجعوا باش في قنيطره نكملوا العمليه ديال الخاله خالتها وتكون معنا البنت الصغيره. هنا الام غتجي معاهم، قال لها انت ما كاين تجي قدي شغلك، هو جبد لها واحد 1000 درهم، قال لها هاك 1000 درهم باش تقضي هنا في الدار وهذا انت نعاونك انت ديالنا، وعطاها واحد 1000 درهم ورجع للقنيطره هو والضحيه وخالتها ومراته. اذا هنا زاد نفرد بالقاصره من جديد ان خالتها ماشي هي امها، خالتها ما تهضرش بحال امها. وهنا تبت خالتها وقال لها راه حنا دابا بوحدنا وجبنا البنت باش غنكمل العمليه ديال نحيد داك العكس وداك السحر اللي عندك، والبنت هي اللي غنستغلوا في هذا الشيء هذا، ولا بد ما نخدموا مع البنت. المهم الحمد لله انتم وصلتوا على خير وبخير المحل ديالكم، ونتمنوا الشفاء على الله ان شاء الله بحول الله معكم. والله يجازيك بخير سي الفقيه، شكرا سمحينا عذبناك معنا. المهم باش نقول لك الصراحه ضروري ان المراه والبنت غادي يرجعوا عندي، لانه مازال ما ساليش الخدمه،
فهمتي؟ كاين واحد الامانه باش تعاوني على الوقت، وهما راه خصهم يرجعوا باش نسالي داكشي، لان حنا باقي ما ساليناش وما يمكنش نبداو واحد الخدمه وتكون ما كاملاش. الله يخليك. ها؟ الله يخلف عليك، شكرا، بارك الله. ما كاين باس. عند بلاد معانا. لا ما كاين، الحمد لله ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله، غادي يكون خير. صيفط البنت وكان عازم على تنفيذ جريمته. دابا السي الفقيه غنمشي معاك انا والدريه غادي الصغيره. تمشي معايا دابا، انا غادي نهبط، انا غنتسناكم في الطوموبيل حتى تجمعوا حويجاتكم ونتسناكم صافي. يبان لك نديروها سي الله يعطيك، شكرا. الله يخطيك، الله يخطيك. وانا غنوض خصني نمشي نجمع حويجاتي انا وبنيتي ونتبعو نمشي معاه. البنت في ديك الليله عاود نفرد بها وعاود دخلها للبيت، وهنا اغتصبها، وماشي اغتصبها انه فك البكره ديالها، ما بقاتش عزبه في ديك الليله هذيك. والصباح لما طلع النهار سافر لليبيا مع الصباح، غادر للدار ومشى. هنا البنت سكتات، ولكن قالت لمراه الفقيه اش وقع في الليل؟ راجلك اش دار اش دار؟ المراه اتصلت براجلها قالت لي البنت اش تقول اش تقول؟ هو طيح عليها واحد الخطه، هو كان علم هو ومراته ان الوقت اللي دوزو ديك الايام عندهم كانت البنت دارت واحد المعرفه تما في الحومه، دارت واحد العلاقه بواحد الولد تعرفت معاه، كانت على علم بهذه القضيه مرات الفقيه، ومرات الفقيه كانت عارفه بان هذاك الولد عطاها واحد التليفون، عطاها واحد الرقم ديال التليفون، ومرات الفقيه قال للفقيه الهضره هذيك، والفقيه لما هضرت معاه في التليفون قالت لي البنت اش تقول؟ قال لها لصقيها في الدري. شوفي داك خينا اللي تيدور عليها عطاها رقم التليفون، شوفي كي ديري بعدين من تصدع. جاو لمدينه القنيطره مكتوب واحد الايام واحد المجموعه ديال التفاصيل، اكيد اخوان اخرين ممكن يكونوا برزوها وطرقوا لها، ولكن انا اللي تيهمني في الموضوع هو الاستغلال الجنسي، تنتكلم من زاويه حقوقيه، هو الاستغلال الجنسي للطفله بعد واحد 9 مرات ديال انفراده بالطفله في البيت ديال الزوجه، بمعنى انه يوهم الزوجه انه يقوم ببعض المسائل ديال الشعوذه، ومطلوب منه من اجل الحضور البركه التي يدعي ان يكون في واحد البيت مظلم في واحد الغرفه منزوي رفقه ديال الطفله بعيدا على الزوجه وبعيدا على الخاله وعلى الام. اذا في هذا اليوم التاسع تمكن بعد شرب الطفله لمخدر طعمه مر حسب تصريحاتها من تخديرها وبالتالي من افتضاض بكرتها. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي؟ الحمد لله. صبحتوا نتوما؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. شويه وشويه حنا كنعديو شويه الحمد لله. الحمد لله. واحد السي الفقيه كاع ما بان ليا الصباح كاع ما كاين. مشى لليبيا. كيفاش مشى لليبيا؟ عيطوا لي اليوم. سافر كاع ما يجلس بزاف. كاع شي يومين ان شاء الله يجلس وغادي يجي، غيخرج لك شي كنوز وداك الشيء ما عرفت شنو هو. هادشي في ليبيا. وغادي يرجع، وانتم جالسين في الدار داركم. مرحبا ربي يخليك، بارك الله فيك الحبيبه. بحال نتوما جالسين معايا بحال فين هو بحال ما كاينش. مرحبا بكم. مشكل. مرحبا بكم. ايوا دابا ملي جالسه نوض نوجد لكم شي. الفقيه لما اغتصب البنت مشى لليبيا، وخبرات البنت الزوجه ديال الفقيه بداك الشيء اللي وقع ليها. بغيت نهضر معاك مرت الفقيه. قولي يا بنتي شنو خاصك؟ بغيت نقول لك شنو كان كيدير ليا راجلك، شنو دوز عليا هذيك الليالي 9 ايام اللي دازت، هذيك كامله كان كيجدني ملي كان كيدخلني وما ساعه. درتي ما قلتي حتى شي حاجه؟ كيفاش ما دخلتي ما تقولي حتى شي حاجه؟ نتوما قدامكم كتشوفوا كيدخل كيصرخ كيصرح فيا، تيشربني شي حاجه مره. دابا انا دارت لي حياتي وضيع لي حياتي كامله وغصبني في شبابي، شنو غندير انا؟ ولي بنتي ديك الساعه قولي لنا شنو كاين. واش انا غادي نبقى هكا نعم خالتي؟ اجي بنتي عاونيني. واخا انا جايه. هذا المسخوط هذا ونشوف شنو داير هذا الفعيل. لكن المراه قررت تعاون مع راجلها وتلصق المشكل في كل الجيران اللي كان صديق الفتاة. ديال البنت اللي جتي من مولاي ادريس. لا قالت لك انت هو السبب ديالها. واش من المشكل غنخرجك منه؟ دابا القضيه غنشوف هذاك الدري اللي تصاحبت معاه ولد الجيران هو اللي غنلصقها فيه. ايوا صافي تتجي. يلا الله يعاون. فعلا
بقات تهضر معاه، قالت لها اتصلي بهذاك الولد وهضري معاه في التليفون وهذا وداك ديرها مزيان. بقات تزينوا ليها وتعرفوا هنا في الحومه وراه بخير وراه خدام وراه ما خاصو حتى شي حاجه، وهذا ان تعرفي الراجل ديالي ما يمكنش يتزوجك وحنا خصنا نستروا هذه المصيبه هذه وهذا شجعتها. البنت بقات تتصل بذاك الولد وخرجت وتلاقات به المره الاولى المره الثانيه وجات، وهنا دخلت مرت الفقيه وبقات تتصل به حتى هي في التليفون وتتزين ليه البنت وتتساعدو تقول له ودي الا بغيتي تجي عندك انا غادي نشوف السبه كيفاش نصيفطها لك، انا غنسخرها وتجي عندك. اي بقات تشدد العلاقه، بقات تزيد ديك العلاقه اللي بيناتهم باش تجرها الولد باش تبيع هذا المشكل على راجلها. فعلا واحد النهار سخرتها قالت لها سير جيبي لي واحد تيليكارت، واحد تعبئه ديال التليفون، وذكرتها بان راه تيتسناها الولد. مشات عند هذاك الولد وتلاقات به من جديد وقالت لي انا يمكن لي نبات معك كاع الا بغيتي، راه الدنيا هانيه، انا هضره مع خالتي وهضره مع مرت الفقيه وراه الدنيا هانيه، الا بغيتي نبات معك نبات معك. مرت الفقيه هي مولات هذه الخطه هذه، هي اللي دفعت البنت باش تلاقى به وهي اللي مشجعاها كاع، قالت لها بغى يبات معك باتي معاه، هي اللي مشجعاها. وفعلا بات معاه هذيك الليله هذيك، بات معاه وعاودت لي القصه اللي عندها مع الفقيه، وهو تا هو كيما تنقولها بروفيتي في ديك الليله وجالسها وناس معها. غير هو حسب التصريح ديالو كان داكشي سطحي. شنو المشكل عندك احلام؟ شك تبدلتي عليا عافاك بزاف. امين مابقاش تقاسني، مابقاش كنحمل حس الرجال. علاش شنو هذا المشكل هذا؟ انا سافرت جيت لقيتك انت تبدلتي عليا، ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. صافي انا كرهت الرجال وكرهتكم ما كاملين. يمكنش غادي تبدلي انت الراي ديالك في لحظه. امين انا عندي ضروري بزاف غادي يكون واحد المشاكل. المشكل. الا عندك مشكل الور مادام حنا بجوج، الا المشكل ديالك راه مشكل ديالي حتى شي انا، انت غتعاودي لي امين غتقولي انا لي شنو المشكل كاين. ديالي صعيب بزاف. انا داك الفقيه اللي جالسه عنده في الدار ملي اللي مالو هذاك؟ كيتكرفس عليا، كيعطيني شي كيفاش حاجه مره، كيتكرفص عليك؟ ما فهمتش انا شنو. كيبقى يعطيني شي حاجه مره نشربها. وانت هذا الشيء هذا ما صارحتي به للعائله ديالك لا تشي؟ هو كيقول لي غادي ندخل نصرعها باش يحيد من هذاك الجن باش يبرد ما يمكنش هاد الشيء هذا. يتزوج. ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقولي انت ما تيدخلش للراس، هذا الشيء ماشي معقول. شنو بغيتيني انا ندير؟ هو اللي كيتعدى ما عليا. غاديش تقبلي التصرف ديالو، علاش غادي تخلي ان انت هو يتعدى عليك وانت الحرمه ديالك وما نعرف. انت باقا بنت زوينه وصغيره وقدامك مستقبل كبير، وتخلي انسان بحال هذا مشعوذ يجي انه يغير لك الفكره ديالك ويغير لك مسار ديال حياتك مستقبل كامل. دابا واش تخليني نمشي معاك للدار ديك الساعه نزيدو نهضروا؟ صافي يلاه نمشيو. كي ديري هادي راه البرد تحرك. هذيك الخاله لما شافت البنت ما جاتش قالت مرت الفقيه فين هي البنت؟ قالت لها خصها تجيب التيليكارت ولكن ما رجعاتش. او قالت لها خصنا نديكلاريو بها، خصنا نمشيو عند بوس نديكلاريو. وفعلا مشاو عند البوليس وداروا واحد الشكايه بان البنت غبرات ما كاين شيء، ما جاتش في الليل، وتسجلت هذيك الشكايه عند البوليس في الديمومه وجاو في حالتهم. هنا كان لابد من اشعار ام البنت من طرف خالتها اللي جات من مولاي ديال الزرقون. Ce mercredi, dans Média Investigation, l'islam en France, caricature du prophète, déclaration à l'emporte-pièce d'hommes politiques. Quelles sont les raisons de la perception de plus en plus négative de l'islam en France? Peut-on réellement parler d'islamophobie? Enquête. Et puis nous reviendrons au Maroc pour parler soufisme. Ne ratez pas également notre zoom sur l'actualité avec l'élection de Hamid Chabat. الله يا حبيبتي فين غتكون هاد البنت؟ فين غتكون هاد البنت في هاد الليل؟ كون على صحاباتها. الله يا صحاباتها ما كتعرف مرات الفقيه خططات لكل شيء ولقات البنت مع ولد الجيران باش تفك راجلها من الورطه وتلصقها في الولد. فين غنمشي في هاد الليل؟ شحال نقول لاختي؟ شحال نقول لاختي؟ جيتي؟ فين بايسه اختي؟ كنت بايته مع امين. ويلي لا امين، شكون هاد امين؟ راه هي ديك اللي حداك عارفه كل شيء. ويلي ولد الجيران، قلنا حنا ولد الجيران زعما. ويلي يا اختي، ويلي يا اختي وحرام عليك. نقولها كتقوليها وكتشوفيني اللي الكل وانا عقلي خارج على البنت. ما قدرتش نقول. ما قدرت، قلتي لي راه صيفطها تجيب تعبئه وماشي حرام عليك.
اش غنقول لامها بايته مع الولد الليل كله؟ اش غنقول لامها؟ هذا ما تسكتش اختي على هاد الهضره هذه، ما عرفتش على هادشي. البنت الليله قبل الصباح نديها للطبيب اختي، نديها للطبيب ونشوف هذا المشكل. لا والو، ما كاين لا صباح ولا عشيه والو اختي. زيد قدامي زيد قدامي، ها ويلي وحدي. جات وجابوا البنت، وجات البنت الصباح صبحات، والبنت قالت لهم انا كنت عند فلان، عند الولد فلان فلاني. وهنا بدا التحرك ديال العائله، ومشى شافوا ذاك الولد وبدا الصداع. بات عندكم ما بانت عندكم، هادي ما هادي. وتخبر الفقيه، خبرته مراته قالت ليه راه اش كاين اش كاين. الفقيه قال لها خصكم ديروا به تسجلوا به شكايه، وانا جاي نشوف شنو وقع. وجا تما ولقاهم بانهم مشاو وداو البنت للطبيب وداروا شهاده طبيه تيقول فيها الطبيب بان هذه البنت مفتضه البكره ديالها، ما بقاتش ازمه من هذه 15 يوم. هنا الفقيه بقى تيقول، قال لهم بو خصنا هذا السن نديكلاريو به، نمشيو نديكلاريو عند البوليس. ها هو تكرفس على البنت، ها هو افتض البكره ديالها، ها هو لقى مسلك ولقى واحد الطريق اللي تفلتو من المصيبه اللي لصقا فيه. فاطمه، اجي اختي شوف هذه الحاله. ها هو الطبيب جا ديت البنت، قال لي 15 يوم باش البنت مغتصبه اختي. 15 يوم. بغيت نعرف انا هذا المشكل كيفاش وقع للبنت 15 يوم هذا الشيء. خليته يجي الحاج راه غدا راني عيطت ليه غدا غادي يوصل ويوقف معاكم. واش راه امين اللي اغتصبني؟ وصافي الا كان امين راه اما يتربى اما يتزوج بك، بدا فيهم. ويلي هذا الفضيحه. واش غنقول لامها؟ وانا اختي شوفي غدا خصني ضروري نعيط لامها ويجي الحاج ديك الساعه ونمشيو للكوميساريه ونمشيو للبوليس ديك الساعه ونشوفوا المشكل. هادشي راه خصني انا ما بقاش عندي الجهد فين نوقف. ماشي كاين السيبه. الله يا اختي شنو الخبر؟ انا عيط لامها نقول لها زيدي قدامي نبات ما الصباح نمشي غدا الصباح عند امها ونجي ديك الساعه ودير ربي يساويك الخير. هي المهم حبيبتي واش غنقول لامها؟ ونذكروا بانه هذيك البنت من ناض عليها صداع، والفقيه تا هو تخبر. هذيك البنت دارت واحد محاوله انتحار، بغات تقتل راسها، شدت شي دواء وشي شوب، بغات تاكل وهذا وصفات بغات تنتحر. داوها للمستشفى، ولات في لامبيلونس ولا في صداع، وجابوها. البنت هنا بقات تقول حسب التصريحات ديالها في الاول بقات موجهه التهمه لذاك الولد انه راه دار ليا وفعل ليا وخرج عليا وهذا وتتشجع مرت الفقيه على داك الشيء. هنا الفقيه تخبر بهذا الشيء هذا، والفقيه خبرته مرته بان البنت راه تاهمه الولد. هنا الفقيه جا غد جا وحضر ونوض صداع وقال لهم سيدي هذا السيد خصنا ناخذ معاه شي تدابير، تكرفس على البنت وفعل وترك وكذا 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 وهذا. وهما يقولوا لي ودي حنا دينا البنت ودرنا لها شهاده طبيه، والطبيب تيقول بان البنت راه ما بقاتش ازمه هذه 15 يوم. هنا الفقيه 15 يوم ماشي بحال هذا. ايوا ناض الفقيه قال لهم لا نمشيو نديكلاريو عند البوليس، ولكن خصنا نشوفوا شي طبيب ما يديرش لنا 15 يوم. هذا الطبيب غلط، يدير لنا نهار ولا يومين. فالنهار اللي غبرت فيه البنت ذاك النهار هذا بغى يبرأ هو حيد 15 يخلي غير نهار ولا يومين، قرب المده ديال الافتضاض. هنا كانت الوجهه ديال العائله ديالها اسيدي نعرضوا قضيتنا على البوليس. ايوا كيفاش هذا المشكل هذا الشيء؟ تكرفس عليها هذا الفقيه. البنت باقا صغيره على هذا السيد ما كنتش نعرفوه، حنا ساكنين في وليد الزرهور وكنكريو المحلات. والراجل جا هذا الفقيه كرا له الراجل ديالو الله يرحمه. ملي كرا له دار مع معرفه صداقه، جابوه عندي للدار. منين مات الراجل جينا عندهم القنيطره ضياف. عند الفقيه؟ عند الفقيه في دارو. في دارو. ما علينا شلمه في راسي ما تعاود. حتى جاي واحد النهار البنت باتت غايبه. ملي باتت غايبه خالتها تشوشت عليها داكشي، دارت لي التليفون قالت لي ودي بنتك راه بايته غايبه مع عند واحد السيد. ها شنو؟ جيت. ملي جيت قال لك تكرفس عليها هذا الولد. دائرة رباط الشرطه بدات واحد البحث اولي اللي بان لها بان هذه القضيه فيها كاين بزاف التناقضات في الحديث. واخا جابوا الولد تما، الولد تيقول هاد البنت قالت لي في الليل لما كانت معايا فعلا انا درت معاها، ولكن راه قالت لي على الفقيه رفضت البكره ديالها ودار لها. والقضيه تحالت على الشرطه القضائيه باش تعميق البحث. لما جات الشرطه القضائيه كان واحد البحث معمق اللي تبين فيه داكشي اللي قلنا بان الفقيه هو اللي فتض البكره ديال البنت، والفقيه هو اللي كان تيجانس البنت، والفقيه هو اللي رد ديك البنت مرة، وبان هذاك الولد
فعلا انه بيتها مع هذيك الليله، وبان جانسها في واحد الليله سطحيين، وتبين بان مرت الفقيه عاونت راجلها وساعدته باش ديك الجريمه يكبوها على الولد، وكانت مع اتصال مع راجلها وكانت تستر عليه، وحاولت باش تستر عليه الجريمه ككل وتضيفوها على الولد. والفقيه اعترف بما نسب اليه بالحجج الدامغه والمواجهات الكلاميه والحجج اللي كانت عندنا. اعترف بما نسب اليه، واعترف بانه هو اللي افتض البكره البنت، وهو اللي دار ذاك العمل كله اللي حنا ذكرناه، وفعلا تقدم للعداله وتحكم بالسجن هو ولا الزوجه ديالو. وتنذكر بانه تحكم ب 10 سنوات سجنا. فقيه الفقيه شوف فيا هضر معايا شحال عام انت فقيه؟ 35 سنه. هذا القران حافظ القران كنديروا داكشي اللي كيسخر الله سبحانه وتعالى، السبوك كذا السبوك والقران الكريم كيدير الاغتصاب. واش بنت مدخله بيت بوحدها انقست عليها الى القران الكريم؟ داكشي هذا ديال الطلاسيم. اسمع ما تهيني ولا هضرتي معنا هنا غتخفف على راسك. انا بغيت تغلبني تقول لي الشريف هادشي كتب الله خذ بيدي، ما تبقى تقول لي واش القران تيدير دخل لي الدين في الجريمه. راه غادي تخنق هادشي كاين اكتب عليك. بداية نبغي نعبر على موقف، وكنتمنى أن جميع المواطنين والمواطنات المغاربة يتفاعلوا مع المضمون ديال هذا الموقف. وهذا الموقف هو ضرورة تحديث بنيات التعامل وتحديث عقليات هذا التعامل، بمعنى أن اليوم خص الناس يقطعوا بشكل نهائي مع التعاطي إلى الشعوذة، لأن التعاطي مع هذه الآفة ما هو إلا تكريس للتخلف. وحنا اليوم كنشاهدوا كيفاش أن هذا المشعوذ كيستغل وسائله والأساليب ديالو الدنيئة باش يعتدي على طفلة بريئة ويغتصبها ويفتض البكارة ديالها. بالنسبة لنا اليوم حان الوقت باش أن هذا الموضوع يطرح في طاولة النقاش، وباش أننا نتساءلوا جميع مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مؤسسات حكومية، إعلام، وباش أننا نهضروا ونتكلموا بجرأة على هذا النوع من السلوكات، ونشوفوا شنو هي الأسباب وشنو هي المخاطر اللي ممكن أنها تخلفها لا على الإنسان بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة. وكذلك نناقشوا الظاهرة ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لأن هاد الظاهرة راهي كتهدد أطفالنا جميع، وخاصنا نشخصوا فين كاين الداء باش يمكن لنا نقلبوا على الدواء. وحنا بوحدنا كمجتمع مدني ما يمكن لناش نقضيو على الظاهرة، ما يمكن لناش نحاربوا هذه الآفة الخطيرة إلا ما كناش مدعومين بالمؤسسات الحكومية، إلا ما كناش مدعومين بالأحزاب المنتخبة، إلا ما كناش مدعومين بالإعلام. علاش؟ لأنه مثلا لاحظنا احنا غير بالنسبه للحملات التحسيسيه اللي نظمناها في اطار جمعيه ما تقيش ولدي، نظمنا حملات تحسيسيه في الجنوب، في الشمال، في الوسط، في القرى، في دور الايتام، في المؤسسات التعليميه، في المخيمات الصيفيه، ولكن دائما كيبقى داك العمل ديالنا واحد العمل اللي هو موسمي، ماشي واحد العمل اللي هو مستمر. وفي نفس الوقت ما كنقدروش نوصلوا لواحد القرى اللي هي بعيده. الفقيه اغتصب فتاة بريئة ودمر لها حياتها دون شفقة ولا رحمة. بالنسبة لنا احنا كمجتمع مدني كنلاحظوا بأنه مجتمع مدني اللي يعني كتسوق الصورة ديالو في الخارج، تنقولوا بأن احنا في المغرب احنا عندنا مجتمع مدني نشيط، مجتمع مدني كيدير كيفعل كذا. ولكن ملي كتجي لأرض الواقع كتحس
بحال الا انت يعني محطوط للاحراج فقط، محطوط للازعاج. ما كتحسش بان الدور ديالك راه هو دور تشاركي، دور مكمل للسلطات، رغم ان في الحقيقه السلطات ما كنحسوش هذا الاحساس هذا، لان كنحسوا بانهم يعني كيحسوا بان راه الدور ديالنا حنا راه هو دور يعني ديال التعاون. حنا ما غاديش يعني ماشي جينا باش اننا نكونوا في البلاصه ديال القاضي اولا في البلاصه ديال الشرطي، ولكن حنا جينا باش اننا نوجهوا واننا نعاونوا واننا خصوصا نساعدوا الاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيه. ولانه غالبا ما هاد الاسر هذه يعني كتكون تالفه ملي كيوقع لها حدث من هذا القبيل، يعني كتلف ما كتبقاش عارفه حتى شنو دير. فلولا المجتمع المدني اللي كيكون كيوجه هذه الاسره وكيقول لها ودي راه منين خصك تبداي وها فين خصك توصلي، وخصوصا اللي كنلحوا عليه هو التتبع النفسي للاطفال. مثلا حنا في جمعيه ما تقيش ولدي بغينا نديروا واحد الحمله تحسيسيه في واحد المنطقه نائيه، فإلى ديك المنطقه ما فيهاش الطريق، كيفاش حنا غادي نوصلوا لها اصلا باش اننا نأديو الدور ديالنا؟ اذا هنا كيصعب علينا باش اننا نقوموا بشي حمله تحسيسيه. فهذوك الناس اللي تيسكنوا في هذيك المناطق تيبقاو ما عارفينش اش واقع، ما عارفينش اشنو كاين. فاحنا يا ريت لو انه تكون شراكات حقيقيه ما بين المجتمع المدني وما بين المؤسسات الحكوميه، لانه شحال من مقترحات احنا في جمعيه ما تقيش ولدي قدمناها، ولكن مع الاسف يعني بقات غير منزله في الدواليب. شوفوا اليوم ان شاء الله راه هو النهار الاخر، الامور راه بانت ليا وان شاء الله ما يكون غير الخير، واليوم تشافي ان شاء الله بحول الله مع قوته. ان شاء الله ان شاء الله. انا غادي ندخل كيف العاده مع الاخت احلام باش نفضيو هذا الشيء ديال اليوم ان شاء الله، وانتم بلا ما تبقاو فايقين غير نعسوا بلا ما تبقاو تسناونا. انا غندي الدريه لان اليوم نهار ان شاء الله بالاخر. وحنا السي الفقير ما كنتسناوكش كما القاعده دائما، انت راه شحال من مده وانت كتدي الدريه وحنا كان فيما ورانا كنعسوا. راه الدار دارك السي الفقير الله يرحم والديك، راه بحال دارك بحال دارنا بحال. يلا بنتي يلا بسم الله. مالكي احلام، مالكي بنيتي احلام، مالكي سير بنيتي ما تخلعيش. هذا نهار الاخر بنيتي ونتهناو من هذا الصداع كامل، الله يسهل. فقيد الدجال كان كيستغل الدريه وكيغتصبها لاكثر من اسبوعين بدعوى العلاج من المس. حنا واقفين اذا باش ما يبقاش العمل ديالنا موسمي، والعمل ديالنا غير كل مره كنمشيو لهذه الجهه ونعاودوا نمشيو لهذه الجهه باش اننا نقولوا راه حنا كنقوموا بحملات تحسيسيه. يعني حبذا لو ان يعني المؤسسات الحكوميه دير يديها في يد المجتمع المدني وتعترف بالدور اللي تيقوم به، خصوصا وان المجتمع المدني اليوم اصبح فاعل دستوري بحكم الدستور الجديد. والمجتمع المدني نظرا للاشتغال ديالو في الميدان فهو ادرى بالحالات اللي تجي عنده، ادرى بالمشاكل اللي تجي عنده، لانه هو اللي في الواجهه، هو اللي كيكون يعني على احتكاك مستمر مع الضحايا. بالنسبه للمسؤوليه كذلك ممكن نقولوا على ان الاباء حتى هما مسؤولين على يعني الحمايه ديال الاطفال ديالهم، وخصهم يقوموا بالدور ديال التوعيه وبالدور ديال التحسيس، وخصها تكون واحد الثقافه جنسيه ما بين الاب والام وما بين الاطفال. ما خصش يكون واحد النوع من الحشومه، لا، خص تولي عندنا اليوم اكثر جرأه، وحنا كنتحدثوا مع وليداتنا وحنا كننصحوا وليداتنا وحنا كنفسروا لوليداتنا على ان هذه الآفة الخطيره راه هي كاينه وكيفاش يمكن لهم يتجنبوها. اكيد على انها هذه مسؤوليه ديال الاباء والامهات اللي هما قاريين كيف ما كنقولوا، ولكن الاباء اللي هما ما قاريينش ما يمكن ليناش نحملوهم هذه المسؤوليه لانهم هما اصلا ما فاهمينش. اذا اولا هاد الناس خصنا نحاربوا الجهل، نحاربوا الفقر، نحاربوا الاميه، نحاربوا الاقصاء الاجتماعي، التهميش. هاد الناس خصهم يفهموا بعدا، خصهم يقراو، خصهم يوعاو. عاد ديك الساعه يمكن لينا نحاسبوهم ونقول لهم ودي راكم اليوم فعلا راكم ما اديتوش الدور ديالكم كما يجب. الفقيد الدجال كانت عنده نوايا شيطانيه
لما استفرد بالفتاة واغتصبها. أخوخ يا شخوخين أخوخ يا دخوخ يا رخوخ يا أميم يا سمون عجمون بالغة يا ظفير يا ضبير يا جبير يا خبير يا حبير اللهم صل وسلم يا أميم يا سمون عجمون بالغة اللهم صل وسلم الذي نسعد من جلالته ولا صار القبيل. ماروت وخروت وبرروت وشروت وخروت حكم حزالة من حنا مشينا فين ولا صباح تقارب الكلام من هنا بسحابين ولا بسعبيهين ولا بذبحين ولا بشبحين ولا بتخبين باخوخ ومخوخ وجاخوخ ورزخوخ نحول وخذ عليها هيد ما سهار حاكم الحاجة مجهول يمكننا بساعد منا تاولا شهر دور ساعدنا من الإعلام دور هام وجوهري في عكس قضايا ديال المجتمع. التناقضات التي يعرفها المجتمع رصد واحد المجموعه ديال الظواهر وديال الحالات واختلالات اجتماعيه. اذا هذا الموقع تناولنا ورصدنا الموضوع ديال استغلال الطفله القاصر من طرف الفقيه المشعوذ. كما قلت ان الاعلام عنده واحد المجموعه ديال المهام وعنده واحد المجموعه ديال الادوار في التعبئه في التوعيه في التنوير، كذلك في ابراز واحد المجموعه ديال القضايا ما قد نسميه بالطابو او المسكوت عنه داخل المجتمع. لا اتفق مع الراي القائل ان الاعلام يهول من هذا النوع ديال الظواهر وديال الحالات اللي تتمس المجتمع من قبيل الاعتداء الجنسي على القاصرين. اعتبر ان الاعلام يرصد ما يقع وسط المجتمع، لا يختلق الاحداث، لا يصنعها، بالعكس الاعلام له دور في التعبئه في التوعيه في نشر الثقافه ديال حقوق الانسان، في نشر القيم ديال التسامح. هذا هو الدور ديال الاعلام. لا ارى ان الاعلام يحاول ان يدخن بعض القضايا وبالتجربه ومن خلال المتابعه. بالعكس بان ان الاعلام كان عنده واحد الدور ايجابي في مآلات ديال الانصاف ديال واحد المجموعه ديال الحالات، على الاقل في الانصاف القضائي وجبر الضرر. الاعلام له دور في التنبيه ديال الجهات الامنيه من اجل المتابعه الجاده لواحد المجموعه ديال القضايا اللي تتمس انتهاكات حقوقيه تطال الطفوله. واش غنقول لك يا اختي فاطمه، جارتك غزاله البارح صلى النبي كان طالع عليا الزعاف ونشطاتني شويه، قالت لك هي اللي خدم ليها راجلك البنت باش تزوجات. مزيانه هي بلاتي الحاجه. مالك يا اختي جامعه باليسك فين غادا؟ غنمشيو بحالنا ياك لاباس؟ عارفه الدراري بوحدهم خصنا نجمعوا الكراوات ديال الدار وبزاف ما يدار. صافي قررتي باش نسافروا؟ صافي قررنا ما عندنا باش نديروا. واخا الحاجه ولا قلتيها ما نردكش. صافي واخا الحاجه نوضوا نمشيو. شنو تمشيو؟ واسي الفقير خصنا نسافروا. اختي عندها الكراوات ديال الدار تجمعهم والدراري بقاو بوحدهم. وباقي الوقت مالكم دابا سخيتوا بينا ولا؟ ما سخيناش بك الفقير، الله يخلف عليك، الله يكثر خيرك. ما سخينا شي ولكن راه الوقت ولكن ضروري خصنا نمشيو. باقي ما ساليناش الخدمه وباقي ما ساليناش الامور ديالنا، كيف فين غتمشيو؟ هو ضروري خصنا نمشيو. اختي عندها الشغال وعندها الامور تما، خصها تجمع الكراوات ديالها وخصها. الا كنتو بغيتو تمشيو اش نقول لكم؟ ما عندي ما نقول، ولكن غنوصلكم. يلا واخا الحاج الله يكثر خير. نوض نمشيو. نوض تمشي معنا انت؟ تمشي بنيتي معنا؟ ما تمر الحاجه شفتها البنت اليوم مخلوعه ما صفراء ما عرفتها مالها. مالك يا احلام؟ باسم جميع الأعضاء ديال جمعية ما تقيش ولدي نثمن القرار ديال المحكمة اللي صدرات في حق هذا المتهم حكم ديال 10 سنوات، واللي في الحقيقة بالنسبة لنا كمجتمع مدني ولا بالنسبة للضحية كان حكم منصف. والمحكمة هي ضربت على يد أمثال هذا النوع من المجرمين اللي كيتسول لهم نفسهم أنهم يتعدوا على أطفال أبرياء، رغم أن المحكمة ديال القنيطرة عودتنا على أنها تصدر أحكام من حجم 30 سنة كيف ما جرى مع الإسباني.
هادشي؟ قولي لي شنو درتي ليا؟ ماشي انا اللي درت هادشي. شكون كيفاش ماشي انت درتي؟ شنو اللي فيكم اللي داروا هادشي؟ شنو اللي دار فيا هادشي؟ شنو هي الهضره هادي؟ كنهضر معاك. كنهضر معاك شنو كدير؟ شنو درتي ليا؟ كنهضر معاك شنو درتي ليا؟ انا كنهضر معاك شنو درتي ليا؟ كنهضر معاك شنو درتي ليا؟ اعتبر ان الاحكام القضائيه احيانا قد لا تعكس المأساة التي تعرفها العائلات من خلال المحنه التي تعيشها الطفل القصير، معنى الزج بها في المجهول. العائلات من اسر قد تتفكك. جبر الضرر ديال هذا النوع ديال القضايا يحتاج الى قرارات قضائيه اللي تكون صارمه حتى لا يتكرر ذلك. بمعنى الافلات احيانا من العقاب في هذا النوع ديال القضايا وديال الجرائم احكام مخففه يشجع التمادي ديال المجتمع في انتهاكات حقوقيه تطال الطفوله. اذا حنا مع قرارات قضائيه اللي تكون مشدده، لان هذا الحق ديال الطفوله حقها في الامان الشخصي، وبالتالي تنعتبروا ان القضاء واحد الدور في الحمايه وفي الصون ديال الكرامه وديال الحقوق وديال الانصاف ورد الاعتبار والجبر الضرر اللي تعرض له الطفوله في قضايا ذات صله بالاعتداءات الجنسيه. تمت متابعة الفقيه بتهمة اغتصاب قاصر نتج عنه افتضال وممارسة السحر والدجل، وبذلك تم الحكم عليه بعقوبة 10 سنوات